عمري ما تخيلت ان انا اقدر احط الفراخ نية في الزيت. قليت الفراخ نية في الزيت وما كنتش اعرف انها تطلع بالشكل ده. بجد اتصدمت لما شفت الفراخ كده وحطيتها في الزيت وهي نية. قلت مش عارفة انا هتطلع ازاي بصراحة، بس عملت الوصفة وشفت. يلا هنشوف الوصفة هتطلع معانا ازاي. بصي يا ستي، هات شوية زيت، شوية حلوين كده، واقلي الفراخ وهي نية. اهم حاجة تحطي الغطا عليها توربيه كده عشان هتطرطش معاك شوية. بصي زي ما انت شايفة كده. هتقلي، انا هنا كانوا وركين ودبوسين. هنا اقليها قلية حلوة اللون اللي تحبيه، وبعد كده طلعيهم. هتاخد معاكي يعني حاجة بسيطة. وبعد كده هتجيبي بقى شوية توابل، ملح على كمون على كزبرة على توم باودر على بابريكا، على توابل فراخ، على صويا صوص، دبس رمان، على 2 كاتشب، على واحدتين ماجي، على ليمونة، على خل. بصي كل ده مع بعضه كده وقلبيه بقى تقليبة حلوة زي ما انت شايفه كده. بصي بسم الله ما شاء الله. هنا بقى فضيت الزيت وغسلت الطاسه، وبعد كده حطيت شويه من نفس الزيت، وحطيت بصلتين صغننين قوي، وكمان شويه من الفلفل اللي انا مفرزاه ومقطعاهم مكعبات كده. وبعد كده حطيت شويه بطاطستين مكعبات زي كده، وبعد كده شوحتهم شويه. واللي انا بحطه ده يا جماعه ده كأن الفلفل اللي هو الاحمر اللي انا كنت عاملاه. الفلفل اللي هو الاحمر اللي احنا عاملينه في ايه، بالثوم وحاطينه ومفرزينه في الفريزر. هنا بقى رجعت الفراخ، وبعد كده حطيت الصوص اللي احنا عملناه. الصوص ده خطير خطير خطير. هنا بقى قلبي شمال ويمين كده عشان تاخد من طعم التوابل الجميله دي. وبعد كده يا جماعه حطي شويه ميه زي ما انا عملت كده. الطبق الصغنن ده مليته ميه وحطيته بس. هو تاخد غلوتين، واهم حاجه وطي عليها وسيبيها تستوي براحتها بقى، مش تاخد وقت معاك خالص. ما شاء الله دايبه، والبطاطس دايبه، والصوص الخطير اللي بالبصل ده فظيع، والفراخ مستويه. ولا بقى هتقولي بقى فرن ولا الكلام ده كله. والله الاكله ما خدتش وقت خالص. انا مسافه ما وديت بنتي الدرس وعملتها، رحت جبت بنتي وجينا اتغدينا. ما شاء الله ما خدتش وقت ابدا. شويه رز جنبهم كمان. عايزه اقول لك شويه الزيت اللي احنا عملناهم بقيه الزيت عملت بيهم الرز، يعني ما شاء الله ما رمناش بقيه الزيت ولا حاجه. بقيه الزيت اللي انا عملت بيه شوحت بيه الشعريه وعملت بيه الرز، يعني ما تقلقيش. ما شاء الله الفراخ دايبه دوب وطعمها خطير. عايزه اقول لك الصوص ده طعمه حلو قوي قوي قوي.